لها سعود القحطاني مشهور التيك توك، الله يبيض وجهه ويكثر من امثاله. عز الله انه سجل موقف بطولي يشكر عليه ويجب على كل سعودي انه يقف معه. الشحاذين اللي بوسائل التواصل، الشحاذين اللي بالبثوث، اللي يستغلون عواطف الناس ويستغلون مشاعر المسلمين ويعلنون جمع التبرعات للمحتاجين اللي بالدولة الفلانية ولا بالدولة العلانية، حملات مشبوهة، أموال ما ندري وين تروح، ناس مشبوهين ما يندر منهم، ما ينعرفون. وكثير من الحملات السابقة اللي صارت جمعت التبرعات ولا وصلت للناس المحتاجين. سعود وقف بوجيههم وعلمهم أنه بدولة نظام. أكثر دولة تسخر إمكانياته للمحتاجين بالعالم وللمنكوبين بالعالم السعودية، وأكثر دولة تناشد شعبه أنهم يشاركون بحملات التبرع الرسمية اللي عن طريق منصات رسمية الدولة وضعتها هي المملكة العربية السعودية. بس متسولين البثوث هذولا ما يعجبهم النظام، يبونه فوضى، مثل السلب اللي يفرح بمصيبة أهله. هذولا يفرحون بالمصايب اللي تصير للناس المحتاجين حولنا علشان يلعبون لعبتهم ويعلنون التبرعات والمساكين، هذولا محتاجين وهذولا صابهم مرض وصابهم زلزال وصابهم حروب، وهم يجمعون الأموال لأنفسهم. سعود القحطاني الآن يتعرض لحملة سب وشتم، وللأسف السب تعدى حتى لبوه بقبره من المتسولين الإلكترونيين والشحاذين والمشبوهين اللي بالتطبيقات هذه، الناس اللي يبون كيري ميري. وقف بوجيههم وأعلن أنه كمواطن سعودي لا يمكن يعلن الجمع تبرعات ولا يتبرع إلا عن طريق المنصات الرسمية اللي سنتها الدولة. السلاب اللي فرحوا بمصيبة أهلهم هذولا زعلانين وسووا بلاغات عليه، وللأسف الظاهر حتى علامة التوثيق أزيلت من عنده. فيجب أنكم والله تشكرونه وتقفون معه وتقفون بوجيه كل الناس اللي الآن ضده.